يبدو أن نحس الإصابات لا زال يلقي بظلاله على فعالية الموسم الحالي من بطولة رولان جاروس، فبعد إعلان النجم السويسري روجيه فيدرير المصنف ثالثا عالميا عدم مشاركته في البطولة بسبب إصابته بألم في الظهر، ليلحق به نجم آخر كان سيزيد من بريق رولان جاروس، ويتعلق الأمر بالإسباني رافائيل نادال المصنف رابعا الذي توقف مشواره عند حدود الدور الثالث من البطولة. الإصابة أيضا لم ترحم الفرنسي جو ويلفريد سونغا من اللعب أمام جماهير بلاده، وإذا كانت الإصابة قد أبعدت نجم الصف الأول في رياضة الكرة الصفراء صنف رجال، فإن الوقوع في المحظور وتناول المنشطات أبعد الحسناء الروسية ماريا شارابوفا من المنافسة. وكأن هذه الإصابات لا تكفي لإفساد عرس رولان جاروس ثاني بطولة الجراند سلام، لتضاف إليها سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي جعل الهيئة المنظمة تلغي جميع مواجهات اليوم التاسع من البطولة. بالمقابل يرى مختصون أن غياب كبار اللاعبين في هذه الدورة سيفتح المجال للاعبين جدد من أجل البروز وتحقيق انتصارات في ثاني أكبر البطولات العالمية في كرة المضرب، فيما يبقى السربي نوفاك جوكوفيتش والأمريكية سيرينا ويليامز أبرز المرشحين للظفر بلقب رولان جاروس.